السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم هاد الرغيفات كيجيو معمرين بالكفتة بشاميل، كيجيو أكثر من رائعين، حشوة غزالة ما شاء الله وكتستحق التجربة. كنتمنىكم تجربوهم بهذه الطريقة اللي غتشوفوا، وتتبعوا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا النصائح وتشوفوا كيفاش صوتهم، وما تنساوناش من اللايكات ومن التعاليق. صراحة ما نقولش لكم على البنة ديالهم وعلى الريحة ديالهم تبارك الله كيفاش طالعة غزالين. كنتمنىكم نعاود نقولها لكم مرة أخرى، نتمنىكم تجربوهم بهذه الطريقة اللي غتشوفوا إن شاء الله. ما نطولش عليكم متابعي الكرام، وما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق الزوينة ديالكم، الله يكبر بكم. نمشيو نشوفوا الطريقة ونشوفوا المقادير. المقادير ديال العجين، أول حاجة غنبدا بها إن شاء الله. عندي واحد 400 غرام ديال الفورس النوعية الممتازة ديال الحلويات انا مغربلو، وعندي 100 غرام ديال الفينو مغربل تا هو، ساشيه ديال الخميره الحلويات، معلقه ديال العسل نوعيه ممتازه، وقبصه ديال الملحه. نبداو على بركه الله في العجانه ديالنا. ندير الدقيق ديالي، الفينو، الخميره، ساشيه، قبصه الملحه، وغندير معلقه ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يدير السكر، ها هو العسل كيجي احسن. صافي، غندير الماء ديال الروبيني بارد، غندير واحد 150 غرام ديال الماء، دقه واحده، وغندير صافي وغنبدا نعجن. العجين خدا ليا الماء تقريبا واحد 270 مليلتر، وكيبقى على حساب الدقيق. صافي وخيزات عجنات واحد 5 دقائق اخرى، في الاول 5 دقائق وفي الثاني فزت الماء 5 دقائق. صافي كما كتشوفوا معجونه. صافي غنديرها في بلاستيك دابا غذائي، وغنديرها في الثلاجه ترتاح. قد ما ارتاحت قد ما مزيان. صافي غنغطيها بحال هكا، نسدها مزيان ونخليها في الثلاجه ترتاح، وندوز للحشوه ان شاء الله تعالى مصوبه. المقادير ديال الحشوه ديالنا، عندي هنا واحد الرابعه ديال الكفته تكون مزيانه بلا عطريه بلا والو. عندي بصله كبيره مشلضه رقيقه، 2 معالق ديال القزبر، زيت الزيتون، العطريه عندي ديال الكفته معلقه صغيره مع مراش ديال الكفته، العطريه الكفته، معلقه صغيره مع مراش ديال الملحه، ما تكونش غير نص معلقه ديال الملحه، 4 معلقه ديال البزار، و4 معلقه ديال الكوزه. هنا مع التصوير كتبان كبيره. وعندي الحار، وعندي معلقه ديال صوص بابريكا. نبداو على بركه الله في المقله ديالنا. نشعل على المقله، ندير زيت الزيتون، وغندير البصله ديالي تشحر. البوطه في هذا الوقت تكون مجهده، بصله كبيره خضاريه. صافي غنديرها تقلى شويه عاد باش غنزيد الكفته ان شاء الله تعالى. البصله طاحت ليا كما كتشوفوا، ونقصت على البوطه دابا درتها متوسطه. دابا غندير الكفته، غنحلها وغنبدا ندير في الاقامه ديالي. غندير معلقه ديال صوص باتيتو، كتعطيها واحد اللذه رائعه. وغندير العطريه ديال الكفته والملحه، وغندير الكوزه والبزار،
وغنخلط هادشي مزيان. ندير العافيه تكون متوسطه كما قلت لكم، ما تطلقش ليا الماء. وغندير الحار، واحد المعلقه صغيره ديال الحار. اللي ما عندوش هاد الحار ديال السودانيه صافي، ونخليها طيب ليا حتى ما يبقاش فيها الماء. حتى قربت طيب غندوز نصاوب البيشاميل. عندي معلقه ديال الزبده اصل حيواني، النوعيه الممتازه كما كنقول لكم دائما. كراميل شويه صافي، غنزيد عليها معلقه ديال الطحين صافي، وغنحرك مزيان. وغنزيد واحد 180 مليلتر ديال لا كريم فريش ديال الطبخ. لا كريم فريش كتعطيها لذة رائعه بزاف، احسن من الحليب. صافي غنبقى نحركها مزيان حتى تجمع ليا شويه. وغنزيد شويه الكوزه، شويه الملحه، وشويه البزار باش نسم. صافي غنحرك حتى تجمع. وغنزيد شويه الموتزاريلا باش يعطيني التعليكه. قياس واحد 100 غرام. البيشاميل ديالي تصوب، غنديرو على الكفته كيجي معلب. شوف حتى لا كريم فريش الا كانت مزيانه كتعطيها التعليكه معتبره. صافي دابا غنزيد معلقه ونص ديال القزبر صافي، غنحرك هادشي مزيان. صافي غندوز العجين ديالي دابا بما بردت ليا الحشوه على خاطرها. العجين ديالنا ارتاح كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غندوز باش نكور العجين ديالي. نقسمو على جوج. صافي وغنحربل بحال هكا باش نقطع يجوني كويرات صغار. عينكم ميزانكم، ما يجوش كبار ثاني بزاف، يجيو محدقين. اللي عنده الميزان وبغى يعبر يعبر. صافي غنكور بحال هكا. وغندوز ديريكت نحطهم في الزيت هنا. صافي غنبقى على هاد العمليه حتى نكملهم كاملين. صافي الطريقه كيجيو مزيانين بحال هكا. استفهم في البلاطو وغنخليهم يرتاحوا تاني واحد شويه. قد ما ارتاحوا قد ما مزيان كيعطيوكم الطوع. وبما اصلا بردت لنا الحشوه ديالنا ان شاء الله تعالى. ملي بردات الحشوه كندير واحد الكميه معتبره ديال الفرماج الاحمر صافي، وكنحرك هادشي مزيان. وغندوز للعجين دابا باش نعمر ان شاء الله تعالى. هنا عندي زلافه فيها الزيت والزبده نفس القياس، وهنا عندي فيها غير زيت بوحده والحشوه هي هذه. ونبداو على بركه الله. صافي كنسرح السمنه ديالي كتجي مطلوقه وكتعطي الطوع. كندير الزبده والزيت صافي، وغندير
الحشوه ديالي. واحد الكميه معتبره. كنجيب هذا هنا، كنجيب هذا هنا صافي، وكنسرح مزيان. كنجيب هذا هنايا، كتحاولوا تقادوها، تفينيوها مزيان. تجي بحال البزيطين صافي، كتجي على هذا الشكل صافي. وكندوز نكمل العجين ديالي حتى نكملهم كاملين ان شاء الله بهذه الطريقه. الزيت كديروا شويه، لان كديروا الزبده والزيت باش كيعطيها التقرميشه. والحشوه اصلا راه بنينه تبارك الله، فيها كلشي. لو وصل هذه المرحله ما ينسانيش من اللايكات والتعاليق، الله يجازيكم بخير يكبر بكم، ومبروك عواشركم. حتى كيبان سطح العمل كما كتشوفوا. صافي كندير واحد المعلقه ثاني تكون عامره. صافي كنجيب بحال هكا، العجين قد ما ارتاح قد ما كيعطيكم الطوع كما قلت لكم. كنجيب ثاني هذا بحال هكا، كنحاول نفينيها مزيان صافي. وغادي نبقى بهذه الطريقه حتى نكملهم ان شاء الله تعالى. من بعد ما كملت صافي كنبدا ندوز عليهم الزبده من الفوق، كنشيتو بحال هكا بهذه الطريقه كاملين صافي. وندخل الفران على درجه الحراره 200، وملي غيطيبوا ان شاء الله غادي نزوقهم بالفرماج كما كتشوفوا. الفران يكون سخون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله فطور ديال الزربة، فطور داكشي اللي شاط علينا البارح، طلع لينا فابور ما شاء الله ما شاء الله. حتى حاجة ما كتضيع، حتى حاجة ما كتلاح. داكشي اللي كاين هو اللي كنقضيو به، كما شفتوا طاجين الكبدة ديال البارح هو اللي ديال اليوم. زدنا عليه غير بسيطلات ديال الحوت، الخضره اللي شاطت البارح، بيتزا اللي شاطت البارح، الحريره اللي شاطت البارح، البطبوط اللي شاط البارح، العصير تعصر اليوم. اكيد هادشي كلشي كتنوروا الحاجه فاطمه الرحمانيه، الله يطول لنا ربي في عمرها يا ربي، ويرزقها صحه جديده. واخا خلعتنا مسكينه كانت عيانه بالليل، ولكن الحمد لله كيصبح ويفتح. اللهم لك الحمد، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. فطور خفيف بسيط شاركنا مع احبابنا وصحابنا، الله يطول لنا في عمرهم يا ربي. وابقى لي الا نودعكم ان شاء الله، ونتلاقاو في شي طبق عما قريب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من بعد ما كيطيبوا كنزوقهم بشويه الفرماج كما كتشوفوا، كيجيو معلكين تبارك الله ومقرمشين. كنتمنىكم تجربوهم بهذه الطريقه اللي شفتوا ان شاء الله تعالى. ما تنساوناش من لايكات ومن التعاليق، الله يجزيكم بخير، ونتلاقاو في شي فيديو عما قريب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.